للدرجه دي يا برعي؟ يوصل بينا الحال ان احنا نعمل سلسله كامله عشان نراجع فيها كل اخطائك؟ ومش اي اخطاء، ده انا افتح بروفايلك بالصدفه الاقيك كاتب فيها كل ده. برعي ده اجمد فريلانسر هتلاقيه، يا عميل يا شقيق. اختاره يا صاحبي وصدقني مش تندم. ده حموكش ربنا يبارك له، كان بيوجب معايا بس. وقت كنت أعاني من تأخر تسليم المشروعات من جميع الفريلانسرز، حتى وجدت برعي إنه الحل السحري للقيام بأعمالك جميعا. هو أنت تعمل إعلان لمرهم عظام يا برعي؟ والله يا باشا انا قلت له ما اتجوزش، بس هو بيحبني، القبول ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. أنت بتزور تقييمات يا برعي، بتخلي أصحابك يكتبوا لك تقييمات مزورة على الموقع. انا معاك ان هم مقفورين، بس هو ايه اللي حصل يعني؟ ما انا اشتغلت معاهم بالفعل. أنت بالفعل اشتغلت، أنت اشتغلت الموقع. أكاونت معاليك اللي تعبنا فيه من رمضان اللي فات مقفول يا برعي، عشان تبقى تخلي حموكشة ابن خالتك يوجب معاك بعد كده. مفيش فايدة فيك. خدوه يا ابني. كلنا عاوزين شفرة نجاح تختصر علينا جزء كبير من التعب والملل بالوقت، فبنلجأ لحاجات احيانا بتبقى خطورتها وحرمانيتها كبيره جدا، وده بيأثر علينا بشكل كبير جدا. من اشهر الحاجات في مواقع العمل الحر اللي اكيد انت يا صديقي فكرت فيها، ده لو ما كنتش جربتها بالفعل، وهي انك تفيك تقييمات. لا يا صديقي، ده مش تقليل منك خالص، لان العبد الفقير اللي قصادك دلوقتي عمل الحكايه دي بالفعل في بداياته على مواقع مختلفه وعدت سبحان الله، بس هي ما عدتش مع كتير تاني وضاع كل تعبهم بالفعل. طيب ازاي اعمل ده ازاي؟ انا مش عارف الاقي شغل، فبعتمد على ان حموكشه ابن خال صاحبي انه يدخل يقيم الاكونت بتاعي. فايه خطوره الموضوع ده؟ وازاي ممكن نجيب اول تقييماتنا من ناس تبعنا بدون ما يكون في تزوير وتكون بطريقه قانونيه مش مخالفه للموقع؟ عشان نعرف ده سمي الله واهلا بيك في سلسلتنا الرمضانيه مع برعي. كل سنة وانتوا طيبين يا صحابي، سباعي بيطلعني من السجن اسلم عليكم وبيرجعني تاني. مش هنخليه يرغي كتير في السلسله دي، ما تقلقوش، هو السكتش في البدايه بس، وعشان يكمل روح الاجواء الرمضانيه من رمضان اللي فات، واللي بالمناسبه لو دي اول مره تشوفنا في برعي ليه سلسله مهمه جدا في رمضان اللي فات عشان تتعلم موقع خمسات. واللهم لك الحمد، مئات الاصدقاء اللي تابعوا معانا السلسله هتلاقيهم كاتبين تعليقات على الفيديوهات دي في رمضان اللي فات انهم الحمد لله اشتغلوا بفضل الله على الموقع بمبالغ محترمه جدا. ودي سلسله جديده لاخطاء وقع فيها اصدقاء تانيين وكتبوها لنا، فحبينا تبقى مكمله رمضان اللي فات باخطاء بيقع فيها الفريلانسرز المبتدئين. اتمنى نستفيد منها سويا لان دي اول حلقه فيها بالفعل. يعني ايه تقييم مزيف او تقييم وهمي؟ يعني بكل بساطه حضرتك يا صديقي مش عارف تجيب عملاء عشان يشتروا الخدمه بتاعتك، لانك شايف ان التقييمات اللي لسه مش عندك دي عائق كبير عليك، فبتروح لحد من معارفك، اخوك بقى، صاحبك، حموكشه ابن خالد صاحبك، او اكونت تاني انت عامله لنفسك من حساب تاني عشان تقيم بنفسك، وتروح وقتها تطلب خدمه وهميه من نفسك وتقبلها بنفسك، وتروح توافق بقى على تسليمها بنفسك وتقيم نفسك، تسيب تقييم 5 نجوم و10 من 10 وبوس عليهم لنفسك، عشان بالتالي انت عندك اعتقاد ان لما يجي عميل تاني بعد كده يلاقي ان الاكونت بتاعك مش فاضي وفي حد طلب منك حاجه بالفعل وانت اشتغلتها او اشتغلتنا احنا يعني بطريقه عظيمه جدا، فالعميل يحس انك حد محترف فيكلمك وتشتغلوا سوا. كلام جميل حتى الان؟ لا يا صديقي، الحقيقه هو مش جميل خالص، لان احنا هنا هنتكلم من بعدين، بعد فقهي وبعد دنيوي اللي هو على الموقع. يعني احنا مش اهل للفتوى الدينيه، بس الموضوع الحقيقي مش محتاج عالم دين، يعني انت في موقع شغل وبنكذب فيه على الموقع وعلى العملاء عشان نشتغل. يعني اسعى مثلا انك رايح تقدم في شركه ما وبتقدم لهم سيرتك الذاتيه وكاتب فيها انك اشتغلت في المكان الفلاني ومعاك الشهاده الفلانيه، وانت ولا اشتغلت في المكان الفلاني ولا معاك الشهاده الفلانيه، ده تزوير وكذب. طيب من ناحيه الموقع بقى نفسه، ازاي الموقع ممكن يقفشني يا سباعي ويعرف اني بزور تقييمات؟ خلينا متفقين يا صديقي ان احنا عايشين في عالم الذكاء الاصطناعي اللي بقى داخل كل حاجه حاليا، والمواقع ما بقتش غبيه خالص عشان يضحك عليها. ده غير انه في تيم بيبقى موجود مخصوص كوظيفه اساسيه انه يراجع الاكونتات بتاعتك ويبص على لو في حاجه مشبوهه فيها وبيلقطهم، يعني انت عارف يتعمل فيهم ايه. والتقييمات دي بيبقى في الغالب ليها توجه معين، اكونت لسه معمول من قريب كاكونت عميل وطالب خدمات فقط من شخص معين وتسلم بسرعه وتساب تقييم ممتاز بسرعه، فدي نقطه شك في الاول. ده غير ان في الغالب التقييمات دي بتبقى غالبا اوائل التقييمات بالنسبه لاكونت الفريلانسر اللي هو مش لاقي شغل ومره واحده دخل عميل باكونت جديد وكلمه وطلب شغل وتسلم وتساب تقييم بسرعه بسرعه. بسرعة بسرعة غلط. ده غير ان المواقع بتعرف تقيس نمط التواصل بين العميل والفريلانسر، مثلا هل الاثنين بيستخدموا نفس شبكه الانترنت، نفس رقم التليفون، هل الاي بي هو، هل في علاقه تواصل غريبه بينهم؟ بيقدروا يحللوا ده بسهوله جدا، اسهل مما انت متصور. اوعى تستخدم نفس الاي بي ولا نفس التليفون. وكمان هتلاقي ان معظم التقييمات بتشكر شكر اوفر ومش بتتكلم على تفاصيل مشروع ولا غيره، هي بس بتتكلم عن قوه الفريلانسر بطريقه مش منطقيه وخلاص.
ممكن حموكشة يشتمني في نص التقييم. ده غير بقى ان في بعض الفريلانسرز رخمين شويه، بس بيبقوا هم ناس تقيله شويتين ثلاثه، ومنهم اللي بيلقط نشاط غريب في اكونت حد معين ورخامه منه ممكن يبلغ عنه. ده نادر لما بيحصل، بس هو بالفعل بيحصل للناس. ربنا يكفينا شر العين والناس الوحشه. برايها اهو، انت بتعمل ايه؟ بكتب اللي انت بتقوله عشان ادرسه ومعاش فيه تاني. جامد يا سباعي، غششنا يا صاحبي. ما عشان كده يا صاحبي قلنا في البدايه ان اللي بنعمله ده حرام، وان المواقع بقت اذكى من كل اللي فوق ده وعندهم طرق تانية تبعهم. يعني كان حد كاتب قبل كده انهم لو شكوا جدا فيك هيشوفوا انت مسلم ايه العميل في خدمته، ولو طلع بالفعل حاجه فاضيه يعني مفيش شغل حقيقي تم، هيبقى ده علامه استفهام كبيره جدا عليك. وقبل ما تتكلم انا عارف، انا قبل كده زمان لما كنت بشتغل على موقع فايفر تقريبا في 2017 اختي دخلت وكتبت لي تقييمات. هي الحقيقه يعني عدت على الموقع وما اشترطت من اي خدمه ولا اي حاجه. هو موقع يستاهل، بس ده مش مبرر اللي احنا نعمل ده، لان حرمانيه الحركه اللي احنا عملناها ديت يعني ربنا يغفر لنا. عشان كده انا بنبهك يا صديقي ان والله في كتير جدا الاكونت بتاعهم اتقفل بسبب الطريقه دي، فمن فضلك اوعى تعملها تاني، لان الحكايه ديت طلعت في فتره ناس كل وظيفتها انهم يبيعوا تقييمات مزيفه، والاكونتات بتاعتهم كانت بتتلقط بسهوله جدا. انت عملت سبوبه للناس وبيشتغلوك، ومواقع العمل الحر بقت تقفشهم وبقوا بينصبوا عليك في الاخر وتقفل الاكونت بتاعك. فصدقني الحركه ضررها كبير جدا، اكبر من نفعها المؤقت بالنسبه لك. بس خليني اقول لك ازاي فعلا تجيب اول تقييم ليك من المعارف بتاعك بطريقه بنت حلال وبنت ناس ما يترخمش عليك. ابدا انشر فعلا على السوشيال ميديا تبعك المهاره اللي انت بتشتغل بيها او حتى بتتعلمها، وحاول تشارك الوسط المحيط بيك تجربتك دي ورحلتك دي وشغلك ونتائجك، لان الوسط المحيط بيك هو هيبقى اكبر داعم ليك في البدايه. طبعا لو هو وسط ابن حلال ولذيذ، يعني انا عارف وسط الاصحاب اللي احنا بنتريق على كل حاجه في بعضنا. وبعدها يا صديقي ابدا اعرض على نفس الوسط ده انك فاضي وعندك وقت لو حد مهتم بخدمه ما معينه من مهاراتك. ربنا كرمك لقيت حد فيهم فعلا مهتم بحاجه حقيقيه، اطلب منه ان الشغل ما بينكم يبقى على مواقع العمل الحر، وانك تبعت له دعوه مباشره على الموقع ده عشان تشتغلوا سوا. وهنا ركز في النقطه دي عشان خاطري، بلاش تخليه ينزل وظيفه والناس كلها تقدم عليها ما دام هو في الاخر هيختارك انت، عشان ما تضيعش وقت اصدقائك التانيين اللي بيقدموا. وفي بعض المواقع التانيه زي مثلا موقع ابورك هتضيع فلوسهم اللي بيقدموا بيها بكونكتس، فلو هو هيدخل وعايز وظيفه بلاش تخليه ينزلها والناس تضيع فلوسها وتضيع وقتها، لان بالفعل في نيه مسبقه اللي انت تشتغلوا وظيفه سوا. فهو بالفعل لما هيدخل هيبعت لك دعوه مباشره عشان تشتغلوا سوا مع بعضكم، وهيكتب فيها الاتي، ومن فضلك ركز هنا، هيكتب فيها تفاصيل الشغل كله بالظبط، هو عاوز ايه، هيتسلم ايه، وهكذا بالمواعيد بقى بكل حاجه. هتفتحوا العقد سوا بده بعد ما تتكلموا وتتفقوا على تفاصيل على الموقع هناك. انا عارف ان انتوا اتفقتوا مع بعضكم قبل كده، اتفقوا تاني على الموقع هناك عشان تبقى كل حاجه سليمه قصاد الموقع. وفعلا انت هتبدا الشغل هناك سوا بعدها بالوقت المتاح ليك واللي انتوا اخترتوه، وهتتابع معاه ميعاد التسليم هناك بدون ذكر اي مواقع تواصل خارجيه نهائي. ولما تخلص الشغل هتسلمه له هناك وهيقيم لك شغلك وهيسيب لك تقييم حقيقي مش مصطنع بناء على تجربتك معاه. ولا هي غالبا هتبقى تقييم حلو يعني احنا عارفين دوت، بس يبقى تقييم حقيقي فعلا. واطلب منه انه يشارك التقييم بناء على الشغل اللي عملته، فيبقى تقييم في صلب الشغل انك فعلا سلمت كذا في المشروع الفلاني بالطريقه الفلانيه وهكذا. والتاني انا بركز على حقيقي دي عشان خاطري، عشان ما تقعش في حرمانيه من البدايه. اكيد طبعا الشخص المعرفه ده هيبقى بيستعمل جهازه، يعني مش تبقوا فاتحين من جهاز بعض وهكذا، يعني مش نفس الاي بي مش نفس الواي فاي، عشان تبقى تجربه صادقه قصاد الموقع، عشان ما يترخمش عليك لو طلبوا مثلا ان هم مراجعه الاكونت بتاعك في اي وقت. فهم هيلاقوا وقتها ان في شغل اتطلب حقيقي اتسلم حقيقي اتساب تقييم حقيقي. نصيحة تانية هي مش مبنية على حاجة حقيقية في الموقع، بس من خبرة شفتها مع ناس. بلاش تجيب المعارف تاني ورا بعض، يعني خلاص حد طلب منك دلوقتي حاليا استنى شوية عشان الموقع ما يلاقيش ان ايه ده كلهم بيطلبوا منك شغل مرة واحدة في وقت معين سريع من ناس من بره، فيحس ان في حاجة فيك ومش صادقة ليك. عارف ان في ناس اصلا ليها عملاء كتير من بره واحيانا بيجيبوهم، بس بلاش ورا بعض. دي من تجربة قبل كده حد من الناس اترخم عليه بسبب حاجة زي دي. ومع الوقت فعلا لو عندك عملاء من بره حاول تنقلهم على الموقع، مش في نفس الريتم بسرعة، بس تنقلهم تدريجيا واشتغلوا مع بعضكم سوا هناك. من فضلك اخر حاجه تشغلك حاليا هي ان الموقع ياخد منك عموله وفلوسك هتقل والكلام ده، لان انا عارف ان احنا بنتضايق لما بنشوف الموقع بيقص نسبته ونسبه فلوس مننا، بس ما هو اللي بيجيب لك الشغل صديقي. يعني بعدين حاليا انت ان شاء الله هتجيب شغل منه، انت حاليا معاك عميل من بره كويس تاخد فلوسك مباشره، بس ممكن تقف في النص مش هتعرف تجيب غيره. فالموقع فعلا بيأهلك انك ان شاء الله لو عملت بورتفوليو ليك كويس، عملت سمعه ليك كويسه، هيفرق معاك على المدى البعيد، تبقى انت كسبان على المدى البعيد.
وانت تلاقيك واخدها سبوبة بقى مع الموقع، عاوزني ادفع عمولة للموقع وياخد هو 10% مكسب ليه؟ بتنصص معاه يا سباعي؟ بتاخد كام على الراس على كده بقى؟ انت تعرف ورقه ان والله فعلا فعلا حد كتب لي الكومنت ده قبل كده، يعني حد كتب لي في اليوتيوب عندنا قال لي انت نصاب، انت بتنصح الناس باب ورك عشان تاخد منهم عموله. اخيرا حد قفشك وعرفك على حقيقتك. قفشني برأي؟ هو انا اب ورك تعرفني اصلا؟ يعني هم مستنيين سباعي عشان يعملوا لهم الدعايه بتاعتهم؟ ما تحاولش، قفشتك. برأي بقول لك ايه، انت لسه وراك اصلا تهم قد كده، احنا لسه هنشوف التهمه الجايه عليك في الفيديو الجاي. يا عم خلاص بقى، خلاص ابوس ايدك، انت واخدني انا السبوبة صح؟ الحقيقه ان في دي برعي عنده حق، فاستنوا الفيديو الجاي عشان نعرف برعي بيتحاكم ليه وهيعمل ايه في باقي القضايا اللي عليه واللي هتتقل مع الوقت. منصور يا برع ان شاء الله. ماشي يا بسام، صديقنا بسام، عشان بيفرق كده معانا، بحس ان في احساس منين راحه ده بجد. ايوه لما اقعد اعمل كده فبحس ان انا واخد راحتي واروح مقرب واعمل كده صديقنا بسام اخويا،